هذا هو البريوش اللي راح ديري به حاله في هذا رمضان للسحور. يجي خفيف كي القطن وبزاف بزاف بنين. نجيب الحليب اللي يكون دافي، نضيف عليه السكر، الخميره تاع الكسره وزوج كيسان تاع الفرينه، نخلطهم بالفوي. من بعد نميكسيهم شويه ونغطيهم ونخليهم يريحوا نص ساعه. من بعد نضيف البيض وعندي الزيت مبشور، الليمون، لافاني والملح، نخلطهم مليح بسباتول ونبدا نضيف في الفرينه. نضيف الكاس الاول مع الخميره تاع الكاطو، الكاس الثاني والكاس الثالث، نخلطهم مليح، نعجنهم حوالي 5 دقائق هكذاك. من بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا 10 دقائق. بعد ندهن يديا مليح بالزبده ونشكل الكويرات تاعي، نحطهم في بلاطو يكون مفرش بورق الطهي، نغطيهم ونخليهم يخمروا ساعه كامله في مكان يكون دافي. نزيد نشكل الشكل الثاني، نحطهم يخمروا ونولي الكريمه. عندي الحليب تاعي نحطو يغلي فوق النار، ومن بعد نجيب السكر مع نشا، لافاني، صفار البيض مع شويه الحليب، نخلطهم مليح بالفوي. من بعد نضيف لهم هذاك الحليب بعد ما غليته، نخلطهم مليح كيف كيف ونعاود نرجعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لي الكريمه. نضيف لها الزبده والسير تاع البنه اللي هو شوكولا من عند شوكاز، نخليها تبرد ونولي البريوش تاعي بعد ما خمر لي مليح ندهنه مليح من الفوق. نديرو شويه تاع لوز ايفيلي اذا كان كاين، ونحطهم يطيبوا في فرن سخون من قبل على 200 درجه حتى يديو لي هذا التحميره المليحه. من بعد نحشيهم بهذيك الكريمه تاعي بعد ما بردت، وشوفوا النتيجه قدامكم.